السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. بصوا بقى حبايبي، جايلكم بايه؟ باكله بقى. احنا زهقنا من اللحمه بقى والفراخ والحاجات دي. سمك، قلت اعمل معاكم سمك بطريقه سهله وجميله ومفيده وهتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. حاجه يعني ايه؟ ده سمك بلطي، ده 3 كيلو ونص تقريبا او 4 الا. بص انا حيقته اهو بالكمون والثوم بس، مبحطش الا كمون وثوم بس. ونضفته، طبعا نضفته عند الراجل بصراحه، انا منضفتش في البيت. وعملته حشيته زي ما قلت لكم 3 كيلو او 4 كيلو الا يعني. فايه قلت اعمله. وبعدين كبير، بحب السمك كبير، ما بحبوش صغير، بحب يكون فيه لحم عشان ايه نقدر ناكل منه. طبعا عاملاها مش ليا لوحدي، طبعا اخويا وبنتي وكده، وعشان يكفي. طبعا بنحب السمك بصراحة. انت بقى عندك سمك بولتي، سمك بوري، بلاميطة، اي حاجة، اي نوع سمك موجود في السوق هاتيه واعمليه. صينية كبيرة اهي بتاعت الفرن، هحط فيها زيت زيتون. ده بصراحة انا مفضياه في ازازة غسلاها ومفضياه. هحطه الزيت زي ما انتم شايفين. أكلة جميلة ومفيدة. وبعدين زهقنا بقى من اللحمة بقى، كل سنة وانتم طيبين بقى. ما يعني قلنا ايه، نغير بقى بعد العيد سمك. بصوا بقى الحاجة اللي هحطها: فلفل أصفر، فلفل أخضر، فلفل أحمر، بصل، عندك كرفس حلو جدا، ليمون طبعا. السمك ما بيخلاش من ليمون، وعلى قد ما تقدري كتري ليمون. ليمون حلو جدا 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 ومفيد. خرطت 3 بطاطسات بتاع نص كيلو كده تقريبا اهو. هنحطهم 3 طماطمات او 4. عايزه تكتري في الكميه طبعا كتري براحتك. هرص طبعا البطاطس اهو في الصينيه زي ما انتم شايفين. اول حاجه برصها اهو. حلوه قوي يا جماعه والله الطريقه دي، وهتعجبكم والله لو جربتوها، وهتدعولي كمان اهو. هرص البطاطس وارجع لكم تاني. بصوا رصيتها اهي. عشان ايه ما نطولش الفيديو، حط بابريكا اهو. حطي بقى الايه البهارات اللي هي الكمون، شويه كزبره، بس شويه فلفل اسمر. لو عايزه تحطي حطي، مش عايزه بلاش، براحتك. هو معروف ان السمك كمون وكزبره وتوم بس، هو ده اللي بيتحط على السمك. في بهارات سمك بتتباع، انا بصراحه مش ما جبتهاش يعني. هرص الطماطم اهو زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لك، عايزه تكتري كميه كتري براحتك، بس هي بتبقى الاكله ظريفه وجميله ومفيده يعني. هحط البصل زي ما انتم شايفين اهو، جميل جدا. لو جربتي زي ما قلت لك بقى، عشان يعني احمسك انك تجربي الطريقه، هتعجبك والله لو جربتيها. وبعدين فيها كل العناصر الغذائيه: طماطم، بصل بقى، بطاطس، الفلفل ده الالوان مفيد جدا جدا جدا. شويه كرفس، حطينا البطاطس والطماطم والبصل وشويه كرفس اهو. احط ليمون اهو. يا ريت تشجعوني كده حبايبي، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده، عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. حط بقى الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر اهو. بص حتى الالوان تفتح النفس يعني على الاكل. الاصفر اهو. بعد كده طبعا هرص السمك. فتحي بقى السمك كده بالصينيه زي ما هتكوني بتقليه بالظبط اهو. هتفتحيه عشان لما تحطيه في الفرن يستوي اهو زي ما انت شايفه كده. حطيت طبعا بقيه الفلفل بقى والليمون وشويه كرفس والحاجات دي كلها فوق السمك بعد ما رصيته اهو. جميل جدا والله يا جماعه، وطعمه جميل جميل. طبعا هتعملي معاه شويه رز احمر، عايزه تعملي معاه شويه رز ابيض براحتك. عايزه تاكليه بالعيش اوكي براحتك برضو، مع طبق سلطه كده. طبعا كلنا عارفين طبعا احنا بنعمل السلطه ازاي.
اعملي شوية سلطة، شوية طحينة كده بالثوم. اهو اديني بفتح السمك اهو معاكم عشان امشي معاكم خطوة بخطوة اهو. كلنا نعمل الطريقة اسهل ما يمكن، ما يعني مش هتلاقي سهلة جدا 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 وجميلة. اهو فتحت السمك اهو بفتحه. عفوا لو في اصوات بتطلع كده سامحوني يعني، عفوا. اهو انا بفتح السمك افتحه معاكم يعني عشان ايه تبقى الطريقة يعني قدامكم كلها خطوة بخطوة. حتى ما فصلتش الكاميرا وانا بقطع السمك بالسكينة اهو. كمان يا سلام لو جربتي بقى سمك بوري، تحفة تحفة تحفة. بقى زمان كنا بنعمله والله الصواني دي بالسمك. لو حد يعني عارف او فاكر يقول لي السمك البلاميطة، وفي سمك شخورة كنا بنعملوه. لو حد فاكر الايام دي يقول لي. اهو كده انا فتحت السمك كله زي ما انتم شايفين. بحاول بس اشيك عشان كنت ناسيه حاجة او بتاع. لازم تفتحيه كده عشان لما يجي يستوي هيستوي البخار. طبعا انا هحط عليه الورق اللي هو الفويل ده اهو. كده فتحته كله. بصوا حتى شايفين شكله كده يفتح النفس زي ما بيقولوا. هتاكليه حتى لو هتاكليه كده بالعيش او حاف، والله مفيد ومغذي. عايزه اقول لكم تاكلوش عيش كتير يا جماعه، العيش كتير يعني مش مستحب ومش مفيد يعني. اعملي رز وكلي بس برضو ايه، ما تفرطيش في الاكل يعني. كل حاجه تاكلي منها بس بكميات صغيره. على فكره انا بحاول اقلل من اكلي خالص، وصايمه اللي هو الصيام 16 ساعه. بصراحه بيجيب من الاخر يعني. لو انت حابه تصومي، اي حد بيتفرج عليا حابين تصوموا عن تجربه يعني، بتنزلي وبتخسي جامد يعني. اه وبتاكلي برضو ايه بكميات معقولة، مش يعني عشان صايمة بقى تفرطي في الاكل، لا. كده حطيت زيت اهو من فوق الوش. وهدخله طبعا حطيت بس ايه بتاع نص كوباية مية بس. هدخله الفرن. هجيب الورق اللي هو الألمونيا وادخله الفرن. هغطيه. دخلته الفرن وطلعته اهو. بصوا استوى اهو زي الفل. عايزه اقول لكم تحفه والله، تحفه وطعمه يعني خطير 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 اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا سويته من تحت وبعدين خليته على الشوايه 10 دقايق. وكده الفيديو هو خلاص قدامكم. بصوا انا بدوق اهو. لو اتفرجت على الفيديو وعجبك ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب ودعوه حلوه منك. خلصت كده. تحفه 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 والله جميل.